واحد من المصارعين اللي انت ممكن تشوفهم عاديين في البدايه. بدايته مع الدبليو دبليو اي ما كانتش موفقه، شخص للاسف الحظ كان مساعده في البدايه، بس بعد كده كل حاجه هتتقلب ضده في الاخر. ولكن بعد مسيره طويله يقدر اخيرا انه يحقق الحلم اللي هو كان نفسه فيه من زمان. النهارده هتكلم عن واحد للاسف ما فيش حد بيتكلم عنه كتير، وده لانه شخص مشهور ومش مشهور في نفس الوقت. يعني ظهر في راس المنيا السنه دي، واكيد الكل تابع القصه بتاعته، هو سي بانك. ولو انت يا عم ما بتتابعش مصارعه خالص، اكيد سمعت المزيكا بتاعته في لعبه رو فيرسس سماك داون في 2011. سيبك يا عم، اكيد انت شفت له صوره على النت او حتى ميم. زي ما قلت لك كده، هو شخصيه مشهوره ومش مشهوره في نفس الوقت. النهارده هتكلم عن واحد انا كان نفسي اتكلم عليه، شخص حبيبي وبحبه، يعني كلكم عارفين كده، وهو المصارع درو ماكن. وبيني وبينكم بصراحه كنت عاوز اكلمكم في موضوع على جنب كده. كنت مرتب بصراحه ان انزل فيديو عن هولك هوجن، انه ازاي شخص مش طيب زي ما احنا فاكرين، وانه ليه فضايح وعمايل سود عملها، وانه مش بطل المغوار ولا هو اسطوره زي ما الناس فاكره. برضه هو كان مجرد شخص ذكي ولماح وفاهم في المجال كويس، بس مش بسبب موهبته، هو كان بيعرف يجاري اموره كويس. فان شاء الله الفيديو بتاع هولك هوجن هتبقى بعد الفيديو ده باذن الله يعني. ما علينا انا سحلتكم في موضوع تاني، معلش. لو مهتم بالموضوع ده اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. بصوا يا جماعه، انا لسه خارج من صلاه الجمعه وبسجل وانا يعني ايه مزاجي رايق، فيعني اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. وشكرا جدا على التفاعل اللي حصل في فيديو التيمت وورير. ويلا بينا نبدا الفيديو. يوم 6 يونيو سنة 1985 يتولد أندرو ماكلين جالوي في موطنه الأم اسكتلندا. ولما كان بيدرس في أكاديمية بريستويك اكتشف شغفه الكبير لحاجتين: كرة القدم اللي هي كرة القدم اللي احنا عارفينها، وبالمصارعة الحرة البرو ريسلينج. في البداية كان متعلق بكرة القدم عادي زي كل الناس، نظرا لأن دي الرياضة الشعبية في العالم كله، وأكتر فرقتين كانوا مشهورين في المنطقة بتاعته كلاسيكو ورينجرز. فعلا درو كان متعلق بكرة القدم لدرجة انه كان عاوز يعني يشتغل فيها، عاوز يبقى لعيب كورة. ولكن بقى لما شاف نجوم المصارعة قدامه على التلفزيون، وبالذات شاف النجم الاول في الفترة دي بريد ذا هيتمان هارت، بدأ واحدة واحدة انه يتعلق بالمصارعة اكتر. مش عارف يا جماعة، انا حاسس ان اغلب المصارعين اللي احنا بنشوفهم دلوقتي ملهمهم كان بريت هارت. بتحب يا ابن المصارعة عشان ايه؟ عشان بريت هارت، انا عاوز ابقى بريت هارت لما اكبر. المهم رمى الكوتش الستارز بتاعته ومعاه الشنكار وقال انا خلاص انا عاوز العب مصارعه مش عاوز العب كوره. سنه 2001 بدا يتمرن على المصارعه وهو عنده 15 سنه، لما كان هو وعيلته وقتها كانوا مسافرين لانجلترا. يعني هو بدا المصارعه في انجلترا مش في اسكتلندا. دخل الحلبه لاول مره في سنه 2003، بس المره دي كان في اسكتلندا، وكان وقتها بيقدم عروض في جلاسيكو، المدينة اللي كان بيتابع فيها النادي المفضل بتاعه. من هنا درو بدأ يطور شخصيته، ما بقاش مصارع عادي، عمل جيمك كده خاصة بيه، عمل شخصية مغرورة نرجسية بتتكلم بتعالي. هو ده الشخصية بتاعته اللي لايقة عليه. في الفترة دي البروموترز أو المروجين كانوا بيختاروه عشان يمثل الشخصية الاسكتلندية، لأنه ببساطة أنسب واحد يقدم الشخصية دي، واحد طويل وسيم إلى حد ما، عنده عضلات، فمناسب ويقف قدام واحد زي هونج تونج مان ومارتي جينيتي ديلو براون، وبيصنع اسمه في المجال. ويفضل على الحال ده لغايه لما يخلص الجامعه بتاعته في كلاسيكو، كان بيدرس علم الاجرام هناك، ومن بعدها يسافر ايرلندا عشان يعمل عروض هناك. وطبعا اسكتلندا غير ايرلندا، هي على نفس الوزن بس دي مش معناها ان هي بلد واحده. ويقابل لاول مره شيمس، اكيد انتوا عارفين شيمس اللي ظهر في عرض الرو المره اللي فاتت، واللي ان شاء الله هعمل عنه حلقه برضه في القناه هنا. وفي الفتره دي كانوا عندهم خلاف مع بعض، هما الاتنين ما كانوش مستلطفين بعض، فاهم انت؟ بس بعد كده بقوا اصحاب لما الدبليو دبليو خدتهم هما الاتنين. في الفتره دي درو كان في طريقه ان هو يكسب بلقب البي سي دبليو ويدافع عن اللقب في الشهور اللي بعد كده. من بعدها درو يروح الاتحاد الاي دبليو دبليو ويكسب بلقب الوزن التقيل في الاتحاد ضد شيمس اللي كان معاه اللقب وقتها. من بعد الحوار ده الدبليو دبليو اي بقى فتحت عينيها معاه وقالوا ايه ده، مين المصارع ده؟ طب تعالى بقى نشوف المصارع ده ونوقع معاه. وبالفعل يتفقوا معاه في نهايه السنه بتاعت 2007. بس طبعا هو مش معاه الالقاب، هو بيخلي اللقب بتاعه طالما الاتحاد عارف ان هو هيمشي، فاهم انت؟ في اللي هو انت لازم تخسر الحزام طالما هتمشي. وخلي بالك من حاجه، شيمس وقتها ما كانش واقع مع الدبليو دبليو اي في الفتره دي، وقع معاهم تقريبا 2009 2008 حاجه في السكه دي، انما مش 2007 خالص. فالدبليو دبليو اي التفتت لدرو قبل شيمس، ومن هنا تبدا مسيره درو مع الدبليو دبليو اي. بس يلعب في البدايه في الاتحادات اللي تابعه للدبليو دبليو اي زي الاتحاد اللي في اوهايو وفي فلوريدا. وفي يوم 12 اكتوبر يظهر بالفعل درو في عرض سماك داون تحت مسمى اسمه الجديد درو ماكنتاير. ظهوره في البدايه ما اثرش حاجه، يعني لعب الماتش الاولاني وكسب فيه،
بس الشيء المهم ان بعد سنة من ظهوره يهجم على فينلي ويبان قدام الناس بانه شخصية هيل ويكون عضو فول تايم في الروستر الرئيسي. وفينس ماكمان كان في الفترة دي شايف فيه مشروع بطل عالم، بس المشكلة بان فينس ماكمان استعجل عليه قوي وكل الجمهور بقوا عينيهم عليه فجأة. بدأ يلعب مع امثال ارت روس مع فينلي اللي هم المصارعين اللي هم الميد كارد دول، لغاية لما يخش في عداوة مع جون موريسون ويتحدد ماتش ما بينهم في تي ال سي ويكسب بلقب الانتركونتيننتال لاول مره، ويقدر درو فعلا بانه يدافع عن اللقب من امثال كين ومات هاردي. ففينس ماكمان شاف انه هيديله دفعه كويسه في المستقبل، ترتب بانه يخسر حزام الانتركونتيننتال من كوفي كينجستون في يوم 23 مايو 2010 عشان يجهز لترتيبات تانية. بس فينس ماكمان وقتها في الفتره دي اتحط في مشكله واضطر انه يغيب عن العروض، وبدأ من بعدها يخش ماتشات ويخسر فيها، وده اللي قل اهتمام الجمهور لدرو ماكنتاير واحده واحده. تيدي لونج من بعديها يعلن في عرض الرو بان درو هيغيب شويه عن العروض بسبب تاشيره العمل بتاعته انتهى، وبالفعل الكلام ده كان صحيح. درو ماكنتاير كان عنده مشاكل شويه في التاشيره بس بعد كده رجع تاني. بس بعديها يخش في تحالف مع كودي رودز، حدد ماتش ما بين 5 تيمات على لقب التاج تيم شامبيونشيب، وينجح درو ماكنتاير وكودي بان هم يكسبوا في اليوم ده ويقدروا يدافعوا عن اللقب لمده شهر او شهرين بس ما عادش كتير. يخسروا على ايد جون سينا وديفيد اوتونجا عضو النكسس. المهم بعد خسارتهم بالالقاب هما الاتنين يتفرقوا وكل واحد فيهم يلعب بشكل فردي. المهم فينس ماكمان رجع ودرو وقتها كان متأيد في عرض الرو. فانت هتقول لي طب خلاص يعني فينس ماكمان كان مرتب اساسا بان درو ماكنتاير هيبقى بطل عالم في المستقبل هيبنيه كبطل للشركه بعدين، بس للاسف كل ده ما حصل. بدل ما كان بيعامله بانه هو بطل العالم المستقبلي بتاع شركته خلاه يهبط للميد كار ويفضل تحته وما يطلعش ابدا، ويفضل باللقب لغايه راسلمانيا 26. وانتوا طبعا فاكرين راسلمانيا على حس ماتش شون مايكلز ضد ذا اندرتيكر، بس احب اقول لك بان الترتيبات ما كانتش كده، مرتب بان شون مايكلز ما كانش هيلاعب اندرتيكر، درو ماكنتاير هو اللي كان هيلاعب اندرتيكر في المين ايفنت. انت متخيل؟ والكلام ده ما كانش عندي، الكلام ده قاله في بودكاست ستون كولد ستيف اوستن قلب الحرف بانه هو كان هيبقى وجها لوجه قدام زي اندرتيكر في الراسلمانيا. بس شون مايكلز اتكلم معاه وقتها وقال ان دي الخطه اللي ممكن بنقولها كده مع بعضينا مش اكتر، بس دي مش الخطه المعلنه او المؤكد عليها انها تحصل في المنيا. فالمهم المين ايفنت يتحدد بان شون مايكلز هيلاعب زي اندرتيكر وان درو ماكنتاير هيشارك في ماتش السلالم على لقب الانتركونتيننت، بس في الاخر هيخسر اللقب. اللي انا معترض عليه مع اني بحب درو ماكنتاير، بس انا شايف ان فينس ماكمان كان مستعجل عليه قوي، كان عاوز يخليه بطل باي شكل. بالراحه بالراحه، انا عارف ان دي شركتك ودي حياتك ودي دنيتك، بس يوم ما مثلا ابني بطل معين ما تفرضهوش على الناس. واحده واحده درو اللي كان فينس ماكمان شايف فيه ان هو نجم مستقبل وان هو هيبقى بطل العالم في شركته بدا ينزل واحده واحده ويبقى منسي. الفتره دي بريت هارت اتكلم عنه وقال ان الدبليو دبليو اي بتهدره، يعني حتى بريت هارت كان ملاحظ كده، وكان المرتب ان هو يكسب لقب العالم ادوها لواحد زي سواجر واللي كانوا الدبليو دبليو اي مهتمين بيه جدا. شيء محزن انك تشوف مصارع سنه صغير وفعلا ممكن يطلع منه حاجه حلوه وما تستغلهوش. درو من بعديها حصل له اصابه في الكتف. شركه الدبليو دبليو اي وقتها ما كانتش بتظهره في اي عروض متلفزه او عروض يعني بتتعرض، كانت متعمده ان هي ما تظهروش. الشركه قلبت عليه بدون اي سياق. المهم نيجي على اسوأ فتره في تاريخ درو ماكنتاير، وانتوا عارفين انا هتكلم عن ايه بالظبط. خش في فرقه هابطه مع سليتر وجندر مهال تحت مسمى 3 ام بي، ومن هنا درو خلاص بقى في الحضيض، خلاص كده يعني نادرا لما يكسب. دفنه مش حلوه، والفرقه دي ما كانتش ميد كارت، لا كانت لو كارت خالص، لغايه يوم 12 يونيو 2014 الدبليو دبليو اي تسرح درو ماكنتاير. From Scotland, here is Drew McIntyre. It'll all be about me, Drew McIntyre. I was the chosen one 15 years ago. Then I got fired. Then I had to work my ass off, earn my way back to this company, and they called WWE. They called me. بعد خروجه من الدبليو دبليو اي يروح الاتحاد الاصلي بتاعه الاي سي دبليو ويكسب بلقب الاتحاد هناك. فاق في المرحله دي وشاف انه لازم يحيي مسيرته تاني، بيشتغل على الحلم اللي هو كان شغال عليه بقاله سنين، انه يبقى مين ايفنتر، وكان بيستعر ان هو كان يوم من الايام كان في الدبليو دبليو اي. انت متخيل الدبليو دبليو اي كانت معقده ازاي؟ الحوار بالظبط عامل زي اللي حصل مع كودي رودز كده. المهم لعب في الاتحاد بتاعه الاي سي دبليو ولعب في كام اتحاد برضه كده مستقل، ومن هنا حسيت انه بدأ مسيرته من جديد، رجع من الصفر تاني، بس بدأ يمشي في خط لوحده وهو عارف ودارس كويس هو عامل ايه.
في الفترة دي بقى اشتغل على جسمه، على حركاته وأدائه في الحلبة، وكمان ركز على نطقه للإنجليزي اللي كانت مش أحسن حاجة، أو كان كلامه تقيل قوي في الفترة بتاعت لما كان في WWE، لما كان بيعمل بروموهات، وده اللي خلى الجمهور ما تسمعوش قوي أو ما تحسش إن هو بيتكلم كلام صدق. عارف أنت وأنت بتتكلم على المايك لازم تبقى قريب من الناس، فهو للأسف ما كانش عنده الحتة دي، كان نطقه للإنجليزي أو للكلام الأمريكاني بطيء تقيل على الودن. المهم يظهر لأول مرة في TNA في سنة 2015. بعد فترة صغيرة وقع معاه وجاله فرصة بأنه ينافس على لقب TNA، وبالفعل يفوز فيها في مارس سنة 2016. ونسيت أقول لكم على حاجة، فترته مع TNA هي اللي ولدت الحركة اللي احنا كلنا عارفينها، وهي الكليمور. هي حركة شبيهة بالفينش بتاع دانيال براين شوية بس بشكل أقوى. ودرو كان بيحكي في الفترة دي بيقول إن كان بنطلونه أو السروال بتاعه يعني كان ضيق، والكوتش بتاعه أو الحذاء اللي هو لابسه ما كانش متظبط، فقام ضارب بشكل عشوائي ونزل على ظهره، ومن هنا ولدت حركة الكليمو اللي بقى بيستخدمها في كل ماتشاته تقريبا. المهم يحتفظ بلقب TNA من ناس زي جيف هاردي ومات هاردي ولاشلي، بس يخسرها لاشلي بعد 89 يوم احتفاظ باللقب. المهم قبل ما ينفصل عن TNA حاولت الشركة ان هي تقنعه بانه يجدد عقده معاها، لانها شافت بان ده النجم اللي هيشيل الاتحاد بعدين. واحد عنده 31 سنة، في الفترة دي كان عنده 31 سنة، لعب في اتحادات مستقلة، عنده خبرة كبيرة جدا، ظبط جسمه. لا هو اتحول يا جماعة من بعد WWE، هو اتحول من ده لده، سبحان الله. واحد اشتغل على نفسه ومجتهد بجد. انا بحب الناس دي، اجتهد. مش معنى مثلا انك اتطردت في WWE معنى كده ان خلاص الحياة وقفت، لا، حاول تاني وتالت ورابع واشتغل على نفسك لغايه لما WWE بنفسها هي اللي هتطلبك في الاخر. المهم على سنه 2017 نتفاجئ كلنا بظهور درو ماكنتاير في التيك اوفر، وبالفعل بدا يظهر ويلعب في NXT ويبقى المصنف الاول كمان على اللقب، وينجح درو بانه يكسب بلقب NXT. الناس لاحظت تغير درو ماكنتاير عن زمان، بقى متواصل اكتر مع الجمهور، بقى بيعرف يوصل افكاره، جسمه بقى رياضي، بقى مهتم بنفسه اكتر، حسه مصارع بجد. أداؤه على الحلبة اتطور جدا عن زمان، اتحول، فده اللي خلى الناس تتعلق بيه وتحبه. المهم يحتفظ باللقب لمدة 91 يوم بس، ويخسرها على ايد اندرادي، بس للأسف هيضطر يغيب شوية بسبب الإصابة. كان عنده تمزق في عضلة معينة كده، مش عارف والله كان ايه. بس في يوم 16 ابريل سنة 2018 يرجع درو ماكنتاير وبقى رسميا في الميني روستر، ودخل وقتها في تاج تيم مع دولف زيجلر، وعرفوا يكسبوا بلقب التاج تيم في عرض الرو. المهم فضل معاه شويه لغايه لما انضم الفريق لاشلي وكوربن عشان يبقوا هما الثلاثه ضد فريق ذا شيلد. بس العداوه تتصفصف على هما الاثنين بس، درو ماكنتاير ورومان رينز هيلعبوا بعض في الراسلمانيا 35. هنا WWE كانت بتتعامل معاه ان هو مصارع جد مش جاي يهزر. ولو هتسألني عن الماتش كان عادي، بس انا بكلمك في حوار تعامل WWE مع درو ماكنتاير كان عامل ازاي. المهم درو يخسر قدام رومان، ويستمر العداوه ما بينهم للاكستريم رود، عشان درو ماكنتاير ينضم لشين ماكمان، وذا اندرتيكر ينضم لرومان رينز. ما تسألنيش ازاي. عارف انت لما بتشغل البلاي ستيشن وبتفتح لعبه مصارعه، اهو ده تقريبا نفس الترتيب. يعني عارف انت اللي هو اندرتيكر مع رومان رينز، يلا ما لهمش علاقه ببعض، يلا ندخلهم تاك تيم. عارف انت، لا 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 لا. فترة 2019 الحمد لله ان انا ما تابعتهاش اصلا. انا اصحابي بيقولوا لي الفترة دي يا اسطى احسن لك ما تتابعهاش، ما تتفرجش على الماتشات فيها خالص. المهم درو يفضل يعني معاهم، ما فيش مشكلة. سنة 2019 بالنسبة لدرو كانت عادية، ما فيهاش حاجة يعني ممكن نذكرها. بس نيجي بقى على الرويال رامبل 2020، بروك ليزنر هو نمبر 1. وتعالوا نتكلم عن الرويال رامبل ده شوية. في ناس شايفة ان الرويال رامبل ده هو افضل رويال رامبل في التاريخ، وناس تانية شايفة ان هي اسوأ رويال رامبل. انا عن نفسي انا كرستول يعني انا مش شايفها وحشة، بس برضو في البداية كنت شايفها مملة شوية. حوار ان بروك ليزنر يوقع 13 مصارع، من ضمنهم ناس انا نفسي يخش في الرويال رامبل، انا نفسي الناس دي تكمل في الرويال رامبل، بس بروك ليزنر وقعهم. واحد مثلا زي ناكامورا، زي كيسلي. يفضل الحال ده على ما هو عليه لغاية لما نوصل لرقم 16، درو ماكنتاير. اللي في وسط ما بروك ليزنر كان مشغول ياخد واحدة كليمور يوقعه بره الحلبة خالص قصاد صدمة الجمهور. الناس ما كانتش مصدقة، اللي هو ايه. انا في اللحظة دي قعدت اتنطط، وفي الفترة دي فعلا ما كنتش بحب بروك ليزنر. انا الحركة دي غسلتني من جوه. يفضل في الرويال رامبل لغاية لما يوقع اخر شخص ويكسب هو بالرويال رامبل. لحظة جميلة، وكان هو يستاهلها من زمان بصراحة. ويتحدد ماتش ما بينه وما بين بروك ليزنر على لقب ال WWE.
وبصراحه بنائهم لدرو كان قوي جدا، كان هاريك ليه مور في الفتره دي، عشان درو ماكنتاير حظه عسل طول عمره، وامه داعي عليه، قصدي امه يعني تدعي له يحصل الوباء اللي احنا عارفينه، ومش عاوز اقول اسم عشان ما تجيليش علامه صفرة ولا الكلام ده، وتتعمل اكأب راسل مانيا انا شفتها في حياتي. عمرك شفت راسل مانيا من غير جمهور؟ او ده اللي حصل، تحسهم ان هم مثلا بيلعبوا في استوديو او حاجه، مفيش الاتموسفير مثلا بتاعت ماتشات راسل مانيا، مفيش انهم بيلعبوا في عرض رو عادي، ما حسيتش باهميه الماتشات. فده الحاجه او فده السلبيه القاتله، واللي انا من وجهه نظري ما كانش عمل راسل مانيا خالص السنه دي، كنت تاجلها للسنه الجايه ما فيهاش حاجه يعني، ده الدنيا كلها قفلت، حبكت انت يعني ما تقفلش؟ ايه الاجتهاد مقطع بعضه. وطبعا الكارثه اللي عملها رومان رينز في الفتره دي بان هو المفروض يتسجل بانه هيلاعب جولدبرغ، خلاص اتحددت الماتش ده، الراجل حط على صفحته على السوشيال ميديا قال اللي انا مش هشارك في راسل مانيا. وش فينس مكمان يعمل ايه دخل برون سترومان في العداوه مع انه ملوش اي علاقه. لا راسل مانيا كابوس صراحه، واللي يغيظك بان كان في ماتشات حلوه في الفتره دي، بس راسل مانيا مش عارف، حاسسها كئيبه، راسل مانيا كئيبه جدا. المهم لعبوا الماتش كان ما بينهم كان كويس بصراحه، انتهت بفوز درو ماكنتاير ويتوج بحزام الدبليو دبليو اي لاول مره في مسيرته. انت متخيل؟ من بعد 15 سنه من اول ظهور ليه، او من اول ما فينس مكمان شاف فيه حاجه، وبرغم بان الحدث ده بالذات ما كانش فيه جمهور زي ما درو ماكنتاير كان نفسه او كان متخيل، بس على الاقل خد لحظته واثبت للناس كلها ومن ضمنهم اداره الدبليو دبليو اي ان هو بطل بجد، وان هو ممكن يشيل لقب. المهم يدافع عن اللقب من امثال سيس رولينز ودولف زيجلر وبابي لاشلي، وكمان يخش في عداوه مع راندي اورت، ولعبوا مع بعض ماتشين سمر سلام وفي الهيل ان سيل، بس للأسف يخسر اللقب في الماتش ده بعد 203 يوم احتفاظ باللقب، ولكن لعب مع أورتن تاني وقدر انه يسترجع اللقب منه. ومن هنا اقدر اقولك بان الشركة كانت بتثق فيه، مش هقولك كانت بتهمله بصراحة، بس كل ده بيحصل ومفيش جمهور، ودي الحاجة اللي بصراحة كانت بتضايقه من جوه، يعني اللي هو انا نفسي اعمل الانجازات دي قدام جمهور حقيقي يقعد يتفاعل معايا وكده، انما بحس ان هي استوديو مش اكتر، اللي هو بيلعب كده ماتش كده وخلاص، او انا عن نفسي ما حسيتش بالانجازات دي. المهم يخش في عداوه مع الترايبل تشيف رومان رينز، حدد ماتش ما بينهم في السرفايفر سيريز، ولكن رومان رينز هو اللي يفوز على درو ماكنتاير المره دي، وكمان يخش في ماتش مع جولدبرج في الرويال رامبل 2021 ويكسب عليه. المهم بعد ماتشات ومنافسات كتيره دخلها يخسر بلقب الدبليو دبليو اي، ويتحدد ماتش ما بين درو ماكنتاير وبابي لاشلي اللي كان معاه اللقب وقتها في راسل مانيا 37، اول راسل مانيا من بعد الوباء. وللاسف درو ماكنتاير ما يقدرش يكسب اللقب من لاشلي، وما يقدرش برضه يكسب بشنطه الماني ان ذا بانك. والمهم بعديها يخش في ماتش مع جندر محل في السمر سلام، وحاول انه ينافس على اللقب في الكراون جول ضد بيج اي، والناس في الفتره دي كانوا شايفين ان هو يستحق برضه اللقب، يعني هو اللي حرفيا قاد عروض من بعد الوباء، هو اللي كان شايل العروض على كتفه. مش هقول لك فترته هي احسن فتره في التاريخ، بس فترته كانت حلوه مش وحشه. المهم يخش في عداوه تافهه شويه مع كوربن في راس المانيا 38، واحنا خلاص داخلين على الرويال رامبل. انا كنت عاوز اقول لكم على حاجه قبلها، في الرويال رامبل 2022 اللي انا حرفيا سحبت اسكندراني من بعد ما شفت اللحظه اللي حصلت في الاخر، انتوا كلكم عرفتوا اللحظه دي ايه، وهو ان بروك ليزنر كان رقم 30 من بعد ما خسر من بابي لاشلي، ويفضل في الحلبه 2 درو ماكنتاير وليزنر. يا ده ايوه ده انت اللي هو اللي انت خرجتني في 2020 ومش عارفه ايه، وبروك ليزنر ياخد درو كده زي الشاطر ويوقعه بره الحلبه، وبروك ليزنر يكسب بالرويال رامبل للمره الثانيه في مسيرته تقريبا. طب بذمتك اسحبها اسكندراني ولا ما اسحبهاش اسكندراني؟ بروك ليزنر داخله ايه في الرويال رامبل؟ مش انت لعبت يا ابني مع بابي لاشلي؟ ترايبل تشيف بوظ لك الماتش، بوظ لنا احنا الماتش ليه طيب؟ والناس اللي شايفه ان اللحظه دي حلوه، انا عاوز اسالكم سؤال واحد والله مش بتخيل، اللحظه دي حلوه في ايه؟ يعني المومنت ده حلو في ايه؟ انا اتفاجئت بس ما اتفاجئتش من الفرحه واللي هو اوبا يا ولاد الذين، لا ما حسيتش بكده، حسيت بان اوبا على طول. المهم بروك ليزنر يكسب بالرويال رامبل زي الشاطر، ويكسب كمان بلقب الاليمينيشن تشامبر من غير ما يواجه بابي لاشلي اصلا. انت متخيل؟ يعني هو انت مشكلتك مع بابي لاشلي تمام، هو اللي اللي خسرك في الرويال رامبل، مع انه بابي لاشلي ما عملكش حاجه، انت ما لعبتوش. اسوأ اليمينيشن تشامبر، اسوأ رويال رامبل من وجهة نظري. المهم درو اعلن بانه هينافس على اللقب ضد الترايبل تشيف رومان رينز، ويتحدد ماتش ما بينهم في الكلاش اوف ذا كاسل. انت لو حضرت الفتره دي او متابع الفتره دي يا لهوي، كانوا ايه بقى مسوقين للماتش بانه خلاص بقى دمار، بان ماكنتاير ده هيمسك الترايبل تشيف هيدعكه، ده ما حصلش في الماتش. امال ايه لازمه التسويق بقى الجامد اللي حصل في الفتره دي، ويوبا وبتاع وهيلاعب ماكنتاير
المنطقه بتاعته فايه وفي بلده. العرض كعرض حلو بس ما عدا الماتش ده. المهم من بعد الماتش ده الناس قلت اهتمامها بدرو، او مش بقول لك الناس بس انا قصدي ان الاداره نفسها قلت اهتمامها بدرو بان هو يبقى مين ايفنتر مثلا والكلام ده، وده لان عقده مع الدبليو دبليو اي كان خلاص بتشطب يعني. المهم يعدي فتره لغايه لما نوصل على راسل مانيا 39 ويلعب مع شيمس وجانسر. خرابي على الماتش ده. الماتش ده احلى ماتش في الليله الثانيه، كان الماتش حلو جدا فعلا. وفي اقاويل بتقول ان درو خلاص كان هيمشي وانه هيبقى في الاي دبليو، اشاعات يعني. المهم عداوته ما تنتهيش مع جونسر لان هيتحدد ماتش بينهم في السمر سلام ويستكمل العداوه معاه وجونتر يكسب عليه عشان يعدي فتره كمان تحت مظله فينس ماكمان طبعا، ويحصل بقى اللي انتوا عارفينه ان فينس ماكمان اتورط في قضيه هو وبروك ليزنر. ممكن نبقى نعمله حلقه منفصله عن الموضوع ده. اضطرت شركه تي كي او بان تسحب اسم فينس ماكمان واحده واحده وتبقى تحت مظله تريبل اتش اكتر. ما كانش فيه استغلال حقيقي لدرو ماكنتاير في الفتره دي، بس بعد ما تريبل اتش مسكها بصراحه بقى يستغل درو ماكنتاير بشكل عظيم، وده اللي احنا شفناه في الراسل مانيا السنه دي. هو مش زي ما احنا كنا فاكرين ان هو ياخد اللقب او ان هو يبقى مين ايفنتر كبير، بس على الاقل اتحط في قصه مناسبه تليق مع شخصيته اللي هو شغال عليها دلوقتي. انما الفتره اللي فاتت كانت مسخره وما كانتش لاقيه على شخصيته ولا قصته. وحاليا سي ام بانك بيتنمر عليه من بعد ما درو هو اللي بيتنمر عليه. قصه اكتر من رائع واستمتعت بيها، ولو عاوز تعرف تفاصيل اكتر على القصه دي شوف فيديو الطريق الى راسل مانيا، انا اتكلمت عن القصه ما بينهم بالتفاصيل، كنت تروح تتفرج عليه. وبس هو ده مسيره درو ماكنتاير حتى الان. اللي انا عاوز اوصله لك في الفيديو ده بان لو مفيش حد مؤمن بقدراتك، مؤمن بموهبه مثلا معينه او مؤمن بشيء انت بتحبه، ما يهمكش امشي في طريقك ولا يهمك كلام الناس. ما يهمكش اي حد يقولك مثلا والله اللي انت بتعمله ده غلط او اللي انت فاشل مش هتنفع والجو ده. ذا اندرتيكر اللي هو اعظم مصارع انجبته التاريخ، اداره الدبليو سي دبليو قالت عليه بانه مصارع فاشل وان مفيش جمهور هيدفع تذكره عشان يشوفك. انت متخيل بان الكلام ده يتقال لذا اندرتيكر؟ وشوف بقى ايه دلوقتي، درو ماكنتاير نفس الكلام، قعد سنين كتير في الدبليو دبليو اي جوبر، كان بيتهزق في العروض حرفيا وبقى مين ايفنتر. فهي بتبقى مساله وقت وما تحبطش، واهم حاجه الاستمراريه. وايه بس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه، واكتب لي تحت في التعليقات بتحب درو ماكنتاير ولا لا. واشوفك الفيديو الجاي باذن الله. سلام عليكم.